شفت المعيد ده ايه اللي حصل معاه لما وقف جنب طالب عنده وساعده؟ شوف كده. وانا معيد في الجامعه كنت مخصص رقم للطلاب يتواصلوا معايا عليه حد عنده اي مشكله. لقيت ان طالب بيقول لي ان هو عنده مشاكل ماليه وعنده مشاكل في الدراسه، وان هم اهله قرروا ان هم ما خلوش يكمل في الكليه وان هو يسيب الكليه الترم ده، بحيث يعني هو مش لاقي حد يشرح له وهو مش فاهم. على جانب اخر كان عندي مشكله في الماستر بتاعي، وكنت كلمت كذا حد ان انا مش فاهمها ومش عارف ان انا اتحرك خطوه كل ما ابدا المحصله صفر، مش فاهم اي حاجه. فقررت ان انا انزل مع الولد ده، قلت له ان احنا هننزل كل يوم على القهوه اشرح لك شويه ونتسلى انا وانت ونفهم وربنا يكرم ان شاء الله وتعدي على خير. كنت بنزل معاه شبه يومي، كنت بشرح له والله فور فري بوجه الله يعني. خلص ودخل امتحانات الترم ده ونجح. بعد ما خلصت معاه بيومين لقيت الدكتور اتصل بيا اللي كان مشرف عليا في الماستر، اتصل بيا وقال لي الحاجه اللي انت كنت اشتكيت لي منها انا حضرتها لك، تعالى انا اشرحها لك. في الوقت ده افتكرت قول ربنا وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. فمن الوقت اتاكدت ان انا يعني لازم نعمل خير، لانه هيبقى مفيش خير بيروح تماما. بقول لك ربنا يكتر من امثالك، وعاوز اقول ان والله دايما بقول لحد قريب مني اعمل الخير مع اهله وفي غير اهله. يعني لو في حد مضايقك عارف انه ما بيحبكش، صدقني لو في ايدك تعمل معاه حاجه كويسه ما تترددش، والله ربك هيعوضك. حتى لو نكر الجميل ده ابعتها له.